له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خير أنبيائه وصحبه ومن اتبعه جمعنا معهم بمنه وكرمه. ثم أما بعد، أساتذتي الكرام، السادة الحضور، إخواننا الطلاب الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نحييكم بافتتاحية إذاعتنا لهذا اليوم الأحد الموافق 3 من ربيع الأول لعام 1437 من الهجرة، الموافق 3 من شهر 13 من شهر ديسمبر لعام 2015 من الميلاد، من مدرسة صوفيا زكي بندل الفنية بنات، التابعة لإدارة أبا التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالطفهلية. أقبلنا إليكم بإذاعتنا ملؤها الحب والإيمان، رهيبها الشفا والريحان، تبريرنا إليكم الرضا والإيمان. وقفتنا الأولى كلمات إيمانية تبعث في النفوس الراحة والطمأنينة، مع آيات كريمات من القرآن الكريم تتلوها على مسامعنا. الطالبة صباح جلال عبد العزيز، فصل أولى ثاني، قسم كهرباء، من سورة طه، من الآية 1 إلى الآية 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. سطع الهدى وتهلل الأسرار، وصارت بمكة يومها الأخبار. ولد البشير محمدا في أمة من بطن تعرض والبطون صغار. فيها مكة فالحبيب محصن في بيت هاشم والعبير يطار. هذا الوليد مبارك في حله، رحل الظلام وحلت الأنوار. والآن مع خير الهدي، هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقدمه لنا الطالبة أثناء فتحي فصل ثاني قسم كهرباء. عن قولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتحوضون بمال الله بغير حق ولهم النار يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ما يرشد إليه الحديث: أولا الحفاظ على الأموال العامة، ثانيا زجر الحكام والولاة جميع من ولوا على المال العام أن يأخذوا منه شيئا بغير حق، ثالثا النار عقاب من يتصرف في أموال الناس بالباطل.
الأخبار المدرسية. سادت مدرسة صوفياتك الفنية بنات بالحصول على الجودة في التعليم لعام 2015 ميلادية، وقد هنأ مدير إدارة المدرسة كل العاملين بالمدرسة وشكرهم على مجهودهم الضخم لحصول المدرسة على الجودة. الأخبار البيئية. رئيس المجلس المحلي لقرية منية سمنوس يتفقد صيانة الصرف الصحي بالقرية. الأخبار المحلية. وزير التربية والتعليم تطوير التعليم الفني على رأس أولوياتي لأنه قاطرة مصر للمستقبل. الأخبار العالمية. الرئيس السيسي يوقع اتفاقية بين مصر وموسكو لإنشاء محطة نووية للطاقة السلمية. الأخبار الرياضية. فاز منتخب مصر على منتخب الشاد ب4 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بالإسكندرية في استاد برج العرب. أخبار الطقس. يسود البلاد طقس مائل للبرودة النهار شديد البرودة أثناء الليل، ونتوقع درجات الحرارة كالآتي: القاهرة عظمى 22 صغرى 17. المنصورة عظمى 22 صغرى 17. الإسكندرية عظمى 21 صغرى 18. التعليق على الخبر المدرسي. تقدمت مدرسة صوفياتك الفنية بنات ممثلة في مدير إدارتها الأستاذ السيد القنواتي لطلب الحصول على الجودة في التعليم، وبالفعل حضر فريقا من مراقبي الجودة في التعليم إلى المدرسة لتوعية المدرسة بأهمية الجودة وما هي الجودة والطريق للحصول عليها. وبعد عمل دائم ومستمر من كافة العاملين بالمدرسة بدءا من مدير المدرسة والمدرسين وكافة الطلاب والعمال، كان التوفيق من الله تعالى. ففي يوم الأحد الموافق 15 من مارس لعام 2015 تم تقييم المدرسة على مرور عدة أشهر، ثم تم إخبار المدرسة بنجاحها في الجودة، وكان هذا إنجازا عظيما لأنه كان من أول مرة. نرجو من الله تعالى دوام التقدم والازدهار والنجاح إن شاء الله. اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوب العلم من نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. والآن مع المقال المنهجي من مادة القياسات للصف الثاني ثانوي قسم الكهرباء تقدمه لنا الطالبة رانيا جلالة فصل ثانية ثاني قسم كهرباء. هذا الجهاز من أجهزة القياس الحملات المتحركة يتركب من جزئين، جزء ثابت وجزء متحرك. الجزء الثابت مغناطيس دائم على شكل حذاء فرس، والجزء المتحرك زوج من الجيات يوجد أسفل المؤسس. لطريقة تشغيل هذا الجهاز عند مرور تيار كهربي في الملف المتحرك بيتولد مجال مغناطيسي يتفاعل مع المجال المغناطيسي الناتج من المغناطيس الدائم. محصلة المجالين ينتج عنها قوة عزم تعمل على تحريك المؤشر أمام التدريج مبينا قيمة القراءة. لتوليد عزم التحكم بيوجد زوج من الجيات ومؤثرة المؤشر، ولتوليد عزم التسخين توجد فرملة هوائية. استخدام هذا الجهاز يستخدم كأميتر لقياس شدة التيار، يستخدم مايكروميتر لقياس ضغط الجو. مميزات هذا الجهاز: ذو دقة وحساسية عالية، تدريج منتظم، لا يتأثر بدرجات الحرارة، القدرة الكهربائية المستهلكة فيه صغيرة. عيوب هذا الجهاز: غالي الثمن، ضعف اليد والمغناطيس الدائم، بيستخدم للسيارة المستمرة فقط. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ومن يبدو إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطعمت طاقت وإلا تسلت. وكانت على الآمال نفسي عزيزة، فلما رأت عزمي على الترك ولت. والآن مع التخفيف الإذاعي بعنوان صوفيا تعتمد الجودة في التعليم، والطالبات نورهان هشام أحمد ثانية ثاني كهرباء، سوزان ناصر محمد ثانية ثالث إلكترونيات.
في جودة التعليم، وركزت على هذا الهدف للوصول إلى تلك الغاية، وبالفعل قامت واستعدت. كان العمل فيها على قدم وساق، عمل جائز مستمر ليلا نهارا صيفا شتاء، بالإجازة وفي الدراسة. لحصول المدرسة على هذه الغاية وهي الوصول إلى جودة التعليم، فكان كل فرد في هذه المدرسة يعمل أقصى طاقته لوصول المدرسة إلى جودة التعليم وإلى أعلى الدرجات. وبرئاسة قائد المدرسة الأستاذ السيد القنواتي مدير إدارتها وجميع العاملين بها، وقد حصلت مدرستنا بحمد الله على شهادة الجودة بالتعليم لعام 2015 ميلادي. ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد قمنا جماعة الإذاعة المدرسية بعمل تحقيق إذاعي عن هذه المناسبة الجميلة لمشاركة المدرسة في فرحتها بحصولها على جودة التعليم. ونرجو من الله تعالى أن ينال هذا التحقيق رضاكم وإعجابكم، ولتشاركونا فرحتنا بحصول مدرستنا على الجودة. وبالفعل فقد توجهنا إلى الأستاذ السيد القنواتي مدير إدارة المدرسة لنعرف منه كيف كان الطريق إلى الجودة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نجحت مدرستنا في الوصول إلى الجودة أولا بالإيمان بالفكرة، فالإيمان بالفكرة هي بداية النجاح. تقسيم العمل على أعضاء المدرسة هو الركيزة الأساسية، فقد قمنا بتقسيم العمل على أعضاء المدرسة و9 مجالات، وكل مجال يشمل فريق العمل داخله. ومن أهم المجالات ال9 مجال الرؤية والرسالة، القيادة والحوكمة، المثلث، المعلم، المتعلم، المنهج الدراسي، المناهج. وبفضل الله تعالى وضعنا أيدينا على دراسة حقيقية للواقع، وقمنا بالتوصل إلى نتيجة مشرفة في امتحانات الدبلوم في العام الماضي. وقد حصلت 3 طالبات على أكثر من 90%، و4 طالبات أكثر من 85%، و43 طالبة أكثر من 80%، و26 طالبة أكثر من 75%.